بكل انواعه. بتكلم على السنه اللي فاتت والكلام ده بتكلم 9 اللي فاتت يا فندم. اللي بنتكلم عنها دي شهر 3 مش شهر 9 اللي قال لك كده. احنا مدينها ثقه شهر 3 يا فندم. الوزير خالد حنفي موجود من 3 اللي قبل مدينها ثقه شهر 3 يعني بتكلم يا سياده النائب بتحكم يا فندم بتحكم سياده النائب الحكومه دي لما جت اتكلمت مع حضرتك اتكلمت امتى؟ شهر مارس. اتكلمت بايه؟ ببيان حكومه. ده انا من وجهه نظري المسألة اللي بنحاسبها عليها مش قرار خاطئ. انت هتيجي تحاسبها بعد سنه. طب يا فندم هو موضوعك في شهر هذا السؤال مش بتقول ان القرار ده كان خطا. الحكومه السنه دي خدت قرار بعدم تصدير الرز بكل اشكاله. في اجتماع مع رئيس الوزراء دفعنا كام مليار من النواب قالوا ده قرار والناس دفعنا كام مليار؟ خسرنا مليار. ما الى الان يا سياده النائب الى اللحظه اللي بنتكلم فيها دي وعلى الرغم من القرار اللي حضرتك كنت بتدافع عنه السنه اللي فاتت تم اتخاذه السنه دي ان يتم بعد التصحيح ان يتم منع التصدير. انا بقول لحضرتك في مجموعه من النواب كانوا بيتكلموا مع رئيس الوزراء ان الكلام ده غير صحيح وانه يا محمد يعني الامر معلش انا سؤال كيلو رز ب 4 جنيه ب 9 جنيه مين غلطان؟ معلش كل يوم احنا الغلطانين كل يوم بس عشان في الاسعار الشعب اللي غلطان دور الحكومه يا محمد بيه يا فندم ربنا يعني قرار خطا من الحكومه. سياده النائب انا شايفين دور الحكومه. سياده النائب واضح يا محمد بيه. سياده النائب ربنا يكرمك بس يعني انا لا بتكلم على الشعب ولا بقول لك الشعب اللي غلطان عشان بس ما نقعدش نقول كلام مش موجود على الترابيزه. ربنا يا فندم اسمعني بقول لك اسمعني يا فندم اسمعني مش هينفع نسمع بعض يا جماعه نسمع بعض. انا بقول لحضرتك انه لو انت بتتكلم على ان في جشع تجار الحكومه بتتحرك في اطار القوانين اللي في ايديه. في ظل القوانين دي قبضت على ناس. النائب العام اصدر قرار ان البرلمان مؤثر تشريعيا. ايوه يا فندم ما يكمل البرلمان تشريعيا. البرلمان مؤثر تشريعيا يعني انت النهارده عايز تعدد لي يا سياده المشكله مش الحكومه المشكله معلش بعد اذنك خالد اكمل السطر ده. انت النهارده عدت لي قلت لي ايه؟ الحكومه جابت لنا القيمه المضافه وكان المفروض انها تفرض رسم تنميه على الفلل. ما تتفضل حضرتك تقدمه للبرلمان. ما تقدمه يا فندم. ما تقدمه للبرلمان. ما تقدمه للبرلمان. نتكلم على انا بتكلم بمنطق واضح. ايه المنطق الواضح؟ هو بيقول لك في قصور تشريعي انتوا مش مساعدين الحكومه. جشع التجار وقصور تشريعي. على فكره العقوبه مغلظه والعقوبه موجوده. اللي حصل ايه في ملف الرز المعالي النائب هو اللي فتحه ده ملف لا مش عايز الرز دلوقتي الله يخليك. ننقل على القمح. لا انا عايز على القمح. لا انا عايز كلها كوارث مليارات راحت نتيجه ايه؟ نتيجه سوء الاداء الحكومي. من الحكومه يعني الحكومه الموجوده الحاليه وزير التموين الموجود ورئيس الوزراء الموجود. انا بتحدث النهارده عن الرز والقمح. العيش والرز اللي هم اهم سلعتين على موائد المصريين النهارده الرز اللي عمره ما كان موجود بغير ب 2 جنيه و2 ونص اتحول ل 9 جنيه طول شهر رمضان قبل رمضان ب5 6 شهور بسبب ايه؟ قرارات خاطئه خدتها الحكومه واعترف رئيس الوزراء مش معقوله برضه الست يعني كلام واضح زي الشمس. انا والله توضيح للمواطن ان الجشع التجار هو السبب. التهريب فين مثلا بنك شباك الاستثمار الواحد الشباك الواحد للاستثمار. انا بقول لحضرتك انه الحكومه اللي بنتكلم عنها دي بقالها 4 شهور وانا ما زلت مصمم ان هي اخذت الثقه من البرلمان في شهر 3. يعني احنا مستعجلين عليها. ليه بقول كده؟ لان احنا بنتكلم في مشاكل سياده النائب يعلم جيدا ان هي راسخه في المجتمع ده بقالها. لا يا فندم راسخه يعني مشكله الصوامع عمر الرز ما كان راسخ. الرز طول عمره مشكله الصوامع دي ظهرت يا فندم الرز عمره ما كان ب 2 جنيه. مشكله الصوامع دي ظهرت يا فندم رئيس الجمهوريه وقال ان في تجار جشعين بيستغلوا الامر. احنا بنتكلم على ممسكهم ومين قال يراقبهم يمسكهم ده شغله يا فندم. مين قال لحضرتك يعني واحد مقصر في اداء عمل مين قال لك الشعب هو اللي غلطان؟ ومين قال هو لو كان مسكهم كان زمان الرز ب 9 جنيه. يا سياده النائب ربنا يكرمك ما تجيبش الشعب في النص. انا بتكلم انا وانت انا بتكلم انا وانت ما في الاخر يا فندم انت انا بقول لحضرتك الرقابه المجتمعيه ده جزء من المسؤوليه. ده الرقابه المجتمعيه جزء من المسؤوليه. يعني دلوقتي يا فندم عندنا يعني الوزير اللي خد القرار خطأ بعد اذنك المسؤوليه ولا الشعب؟ بعد اذنك ولا النواب؟ احنا عندنا قوانين بتحكم تحرك الحكومه. لو حضرتك ترى ان في قضايا بعينها هم المقصرين القانون موجود هو يا فندم. حضرتك ترى ان في قضايا بعينها مش عايزين نتكلم يا فندم ترى ان في قضايا بعينها ما انا هسحب فيها النائب العام تقدم فيها ببلاغ. يا فندم احنا عايزين تعالى في البرلمان ويقول انا تقدمت ببلاغ للنائب العام ده الشيء الفلاني وما اتحركتش. ما انا مقدم باستجواب ضد وزير التموين. لا ده كلام بالحقائق. انا مقدم استجواب ضد وزير التموين عشان قضيه القمح وقضيه الرز حضرتك تعلم بشكل واضح. هل حضرتك تعلم
لان هو تسبب في خسائر بالمليارات في القضيتين، في القمح والرز. وكلامي على فكره بالارقام، انا بتكلم ارقام. الخسائر دي مش منطقيه. هل حضرتك تعلم ان الحكومه هي اللي مقدمه بلاغ للنائب العام بشان الصوامع في يونيو قبل حتى ما تتشكل لجنه تخص الحقائق؟ بس هم مسؤولين يا فندم، بقول لك يا سيدي مسؤول سياسيه، يا سيدي يتحمل مسؤوليه سياسيه. الكلام دون في جهات تحقيق هي اللي تقول قانونيه يا فندم، ده قانونيه يا فندم، لكن سياسيه يتحمل مسؤوليه. لما يطلع المسؤوليه القانونيه يا فندم، لما يطلع نتيجه التحقيق، لما يطلع كلامي واضح بالارقام. انا بقول النهارده هذه الحكومه مقصره في اداء عملها يا فندم بشكل واضح. انا بتحدث بالارقام. معدلات فقر زادت، معدلات بطاله مرتفعه، رز وقمح فيهم فساد بالهبل، ادويه زادت 20%، ارتفاع في الاسعار بيعاني منه المصريين، دولار، فوضى شديد. الحكومه قدمت فيه الوضع بتاعها اللي بيتكلم فيه معالي النائب اقتصاد السوق المنضبط. وانا سالت سؤال واضح بعد 4-5 شهور من بيان الحكومه، ماذا حققت الحكومه من اقتصاد السوق المنضبط؟ الدولار سعرين، الدواء سعرين، كل السلع الاستهلاكيه يعني في جميع. انا بتكلم على ارض الواقع يا فندم بالارقام. امال هنعمل ايه؟ انا بتكلم بالارقام. انا هقول لك بالارقام. رئيس الوزراء قال ان خلال اسبوعين هيجي لحضرتك الرد بالارقام ولكل المجلس. طب ما يرد ما يجي يا فندم. طب يا فندم هيجلس حضرتك رئيس الوزراء هيجي يا فندم قدام مجلس النواب بالاستجواب. رئيس مجلس الوزراء يا فندم هيجي يقول الكلام ده بالاستجواب.